ولا الوطني، فأنا هقدم نص بلسان المرأة للمرأة. أقول: لا تكفي النصوص صديقتي لتصف كم المراهقين خلف النوافذ، وكل أحلامهم في متاهة الرهبة، ولا يستطيع أحدهم التحرك نحوه قيد أنملة. فالأحلام يا صديقتي غير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد غطى الوحي طرق المرور إليها في حضرة الهوام، وأسراب تكونت تعيق حركة المرور إذا حاول أحدهم الخوض فيه دون أن يرتدي قناعا يواري ما يدرك من الحقيقة، كي لا يتبرأ منه العدل فيعطيه حق الغضب، ليعبر عن ما يحمل من أحزانه شاردا ليطارد الأيام للبحث عن فتاة يقيم صلبه. فلا تحدثيني عن الأماني التي علينا اختيارها، فليس لأحد أن يختار حلمه، بل يختاره الحلم ليغير مسارا ابتغى. فأغلب الأحلام لا تأتي إلا من خيال لنفرط في الانفعال دون مبرر ندركه، وكأنما أتت القشة التي تقسم ظهر البعير. لا يكفي النبش عن المعنى في النصوص حتى تكتمل كل الحقائق معلنة كل أسباب الكراهية لتلك العالم المتفائل كذبا والمنتظر الأمل في غيابات الجب دون دليل. فدعيني يا صديقتي أقول لتلك التي تختبئ داخلي: ماذا لو نقر اختلاف تفاصيل الرؤيا لنوقف نسف الخوف كلما التقينا؟ فلا ننكر ما أخفينا على هامش الصفحات التي أغلقنا بين ثنايانا، وما نبتغي عملنا نلملم شتات الفكر في مفردة تبيح لنا أن نريح كيان شقي أرهقه العمر في ضم جناحيه فوق الثرى. أقول لتلك التي تختبئ بداخلي: أغلقي فكرة العودة للخلف وامضي قدما إلى الأمام، ولا تكوني كشراع أهاب الريح ليكف المقاومة. ضم الجراح واغفري للزمان ما طمس من عيون الأمس ساعة الصمت فأرق وضيع. ماذا إذا أسكن الليل الأماني فلم يجد موعدا نبتغيه؟ ماذا إذا احتالت الدنيا وأقسمت أن تسقط كل الرموز وكل الأفكار الساذجة لإنهاء المصارعة؟ أقول لتلك التي تختبئ داخلي: لا تطلبي غربة الروح، فإن هبت العثرات لن تجدي لغير الخوف مدعا. الله 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 الله.